لو بتدور على عربية في الفترة دي يبقى لازم تدور صح وابعد شوية عن الرفاهية وبص للاعتمادية والقيمة مقابل السعر. تعال أقول لكم ترشيحات لعربيات تحت 400 ألف جنيه. أنا ملك ريان من الأموال بلس، تابعونا. العربية الأولى معانا اليابانية سوزوكي بالينو. العربية هاتشباك بتيجي بموتور 1400 سي سي بيطلع قوة 95 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، متوصل بفتيس اوتوماتيك سي في تي و130 نيوتن متر عزم عند 4200 لفة في الدقيقة، واستهلاكها 5.1 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر. العربية تجميعها في الهند ووكيلها مودرن موتورز. العربية شبابية وشكلها كويس ومساحتها حلوة على عربية هاتشباك. العربية موجود منها فئة واحدة بس وسعرها 320 ألف جنيه. البالينو مش موجودة في آخر قائمة للتسعير من سوزوكي، لكنها موجودة في المعارض اللي بره وعليهم 40 ألف وأرقام متفاوتة في الأوفر برايس كالعادة فانتا وشطارتا. العربية التانية معانا الماليزية بروتون ساجا. العربية سيدان صغيرة بتيجي بمحرك 1300 سي سي بيطلع قدرة حصان 94 عند 6000 لفة في الدقيقة، متوصل بفتيس اوتوماتيك بيخرج عزم دوران 120 نيوتن متر عند 4000 لفة في الدقيقة. العربية متوسط استهلاكها 6 لتر لكل 100 كيلو متر. العربية وكيلها اسم كبير وهو عز العرب اللي تحته علامات كتير غير بروتون واللي يضمن لك خدمة كويسة جدا. العربية اعتمادية لكن قطع غيارها غالية شوية. العربية سعرها 350 ألف جنيه لأول فئة و370 ألف جنيه لتاني فئة. العربية الثالثة اللي معانا هي العربية الصينية اللي مالية شوارع مصر، والعربية الأولى اللي بيدور عليها اللي عايز يشتري جديد وهي BYD F3. السيدان العربية بتيجي بموتور 1500 سي سي بيطلع 108 حصان عند 5800 لفة في الدقيقة، ومربوط بفتيس مانوال 5 سرعات بيطلع 145 نيوتن متر عند 4800 لفة في الدقيقة. العربية تقريبا بتستهلك 6.5 لتر لكل 100 كيلو متر. العربية تجميع محلي وقطع غيارها مالية السوق بشكل كبير لأنها موجودة في السوق المصري أكتر من 15 سنة، واعتمادية وكويسة جدا للشغل، وشنطتها واسعة جدا، وسعرها 340 ألف جنيه للفئة الأولى، وتاني فئة بسعر 385 ألف جنيه وبتكون أوتوماتيك. وأخيرا العربية الرابعة معانا وهي العربية الصينية شيري أريزو 5 سيدان. العربية بتيجي بموتور 1500 سي سي بيطلع 114 حصان بفتيس 5 غيار مانيوال، بيطلع عزم دوران 141 نيوتن متر. العربية بتستهلك 7 لتر لكل 100 كيلو متر. العربية ممتازة للشغل واعتمادية، مساحتها الداخلية كويسة جدا، وغبور وكيلها بيوفر ليها كل قطع الغيار اللي محتاجاها. العربية سعرها الرسمي 365 ألف جنيه للفئة الأولى، 405 و430 ألف جنيه للفئتين الثانية والثالثة، وبيكونوا أوتوماتيك. الأسعار اللي قلناها دي هي الأسعار الرسمية، بس للأسف ممكن يبقى فيه أوفر برايس عليها في المعارض، فلو انت محتاج عربية اليومين دول دور كويس لغاية ما تلاقي عرض كويس واشتري اشتري، لأن كل الخبراء السيارات وأعضاء الشعب مش متفائلين بالوضع الحالي للسوق ولا عارفين يتوقعوا الوضع لبكرة حتى، وبيأكدوا إن الوضع مستمر لغاية ما يتم حل الأزمات العالمية للإنتاج. ربنا يعديها على خير علينا كلنا. ما تنسوش تتابعونا على الأموال بلس عشان يوصلكوا كل جديد عن سوق السيارات.